لانش بوكس الملك توت عنخ آمون. طبعا انت فاكرني بهزر معاك. تخيل بقى صاحبي ان الملك توت عنخ آمون كان شايل معاه اكل في المقبرة، لانه كان عارف انه هيبعث للحياة الابدية، عشان كده كان عامل حسابه. ما تيجي نشوف الاكل ده كان شكله ايه، وايه اللي اكتشفوه في مقبرة الملك توت عنخ آمون. هنرجع لورا شوية يجي 100 سنة، ومن عند عالم المصريات هاورد كارتر، وده اللي اكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون في 4 نوفمبر 1922 في الأقصر. وفي وسط الكنوز والذهب تم العثور على حافظات طعام، لقوا جواها الأكل وهو متحنط. انتوا عارفين انهم لقوا لحمة ووز وبط وحمام وسمك. طبعا هتقولي مفيش فراخ. المصريين القدماء ما كانوش يعرفوا حاجة عن الفراخ، لغاية ما الملك تحتمس الثالث جابها معاه في حملة من حملات العسكرية من أحد المماليك الآسيوية. وطبعا في البداية ما كانتش للأكل، كانت لمصارعة الديوك. وكان أشهر أكل المصريين شرائح اللحمة من فخذ الطور أو العجل. ده حتى الفاكهة والخضار كانت موجودة معاه، وطبعا منسيش الحلويات. معقول كان كل الأكل ده زي ما هو؟ طبعا دول الفراعنة يا ابني.